السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل وصفة بسيطة جدا جدا ومش مكلفة خالص خالص خالص. بنص كيلو دقيق هنطلع ان شاء الله كيلو من البقسماط الجميل زي ما انت شايفة. قلبه فاتح ومن بره مقرمش كده، وبصراحة كان طعمه جميل وتجربة جميلة يعني في ظل غلاء الاسعار. لازم بقى ان شاء الله كل واحد يدبر كده ايه حاله على قد امكانياته. شايفين البقسماطه اللي باليانسون والشمر دي عامله ازاي والسمسم. بصراحه جميله جدا 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 وبسيطه، مش يعني المقادير بتاعتها بسيطه جدا جدا جدا، ومش هنحتاج حاجات كتير. بس ده هي نص كوبايه زيت ونص كيلو من الدقيق. دقيق سايب كمان، مش دقيق فاخر ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين انا جايباه من عند العطار اهو. نص كيلو بس في كيس اهوت ابيض عادي خالص. جبت نص كيلو دقيق زي ما انتم شايفين كده. قلبته كده شويه، قلبته كده كويس، ونزلت عليه كده بمعلقه كبيره من الخميره الفوريه، وكمان 3 معالق من السكر كده اللي هو 3 معالق كبار. وكمان معايا هنا معلقه بيكنج باودر، وكمان معايا هنا معلقه من الشمر واليانسون. بس انا كنت محمصاهم على البوتاجاز من فوق، مش حطاهم نيين، عشان يدوا كده بقى طعم ايه للبقسماط بتاعي، ويبقى ايه ليه ريحه كده مميزه. قلبت كده كل المكونات مع بعض. معايا نص كوبايه من الزيت وعليها معلقه واحده سمنه بس. قلبت كده كويس في العجينه في الدقيق بتاعي. قلبت كده كويس جدا جدا لحد ما الزيت كده تداخل. وهبدا بقى اشيل بقى الشوكه كده علشان اشتغل بايدي. نزلت بقى ايه ميه العجن كده كانت دافيه. نزلت الاول نص كوبايه طبعا، بس عشان الم ايه الدقيق كده من الطروف والحاجات دي، عشان ما يقعدش ايه بيقعد ينطور كده ويملى الدنيا دقيق. تمام. انا طبعا حاطه جنبي الميه، كل ما بحتاج بحط طبعا كده. لسه العجينه اصلا ما خدتش حقها في الميه خالص. وفي ناس بت بتعجن باللبن وكمان ميه. الاتنين مع بعض عادي، اللبن جميل برضو، مش هيحصل اي حاجه. بس احنا بنقول وصفه تكون مش مكلفه. زي ما انت شايفه انا حاطه جنبي كوبايه ميه كبيره. كل ما بحتاج بحط، لان كل دقيق وليه نسبة مية كده معينة. في دقيق بياخد مية كتير، في دقيق بياخد مية قليلة، زي ما انتوا شايفين. طبعا الوصفة دي محتاجة عجن كتير. زي ما انت شايفة هي بدأت تلم معايا، بس لسه ملزقة. احنا طبعا عاوزين عجينة مش ملزقة خالص. انا طلعتها كده من البولة وقلت اشتغل بايديا. انا بشتغل بايد واحدة بس، عشان الايد التانية ديت ما بقدرش اعجن بها قوي. طبعا قعدت بقى ايه اعجن كويس قوي 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 لحد ما التلزيقة اللي في العجين ديت تروح. تقريبا لا 5 دقايق فضلت اعجن متواصلين. 5 دقايق متواصلين. تمام. بص العجينه لسه فيها تلزيقه، ولسه ما وصلتش للمرحله اللي انا عايزاها، اللي هوقف فيها العجن. تمام. طبعا انا ايدي ملزقه، فطول ما ايدي ملزقه هتفضل العجينه بتطلع تلزيقه كده في ايدي. فانا هروح اغسل ايدي تمام وارجع تاني عشان اشوف الدنيا بقى فيها ايه. هنحط كده بقى ايه العجينة في البولة على ما اغسل ايدي، واجي تاني اختبرها اشوفها هتلم معايا ولا محتاجة دقيق ولا محتاجة ايه بالظبط. تمام. انا دلوقتي بقى شطفت ايدي ونضيفها زي ما انت شايفة. العجينة بسم الله ما شاء الله لمت. بلمها بقجة كده زي ما انت شايفة، علشان اسيبها بقى تتخمر كده. الجو برد طبعا، هنسيبها تتخمر تقريبا نص ساعة. هنغطيها كده بفوطة ونحطها في مكان دافي. انا دلوقتي بقى اطلع بقى العجينه بتاعتي بعد نص ساعه ما سبتها ارتاحت خالص. بصي طالعه جميله ازاي ومش ملزقه. هنجيب بقى ايه مسحه زيت خفيفه جدا كده على الرخامه عشان ما تقعدش تلزق فيها. واجيب بقى سكينه او قطاعه او اي حاجه عشان اقطع العجينه بتاعتي ديت 4 اجزاء. ما ينفعش بقى نشتغل بيها وهي كبيره قوي كده بالحجم ده. وده زي ما قلت لكم نص كيلو، يعني نص كيلو دقيق بسم الله ما شاء الله خرج لي كيلو من البقسماط، وطعمه جميل وتحسيه كده يعني. لا طعمه جميل جدا جدا، رغم انه معمول بالميه وبمقادير بسيطه جدا، بس كان طعمه جميل.
انا فردت العجينه كده، برمتها على الرخامه وبدات اجيب قطاعه او سكينه واقطع قطع صغيره. بلاش لو انت حابه تعمليه بقسماط كبير، بتعملي كوره كده قد البلحايه مثلا. شفتي البلحايه حجمها عامل ازاي؟ دي لو انت عاوزه البقسماطيه كبيره. طبعا انا كنت عايزاه يكون زي البوتون ساليه كده. قطعت الحجم اللي انتوا شايفينه ده، مش كبير قوي ومش صغير قوي. هنبدأ بقى ايه، ناخد القطع دي كده نركنها في جنب علشان نشتغل فيها. بصوا القطعة قد ايه، قد صباع الكفتة اللي احنا بنعملها، كفتة الرز دي. هجيب بقى كده دهنة زيت خفيفة جدا 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 على الرخامة علشان ايه تبسط الدنيا. معايا هنا معلقتين سمسم ومعلقتين ينسون على شمر. ده اليانسون والشمر انا حطيتهم كده في طاسة على البوتاجاز لمدة 3 دقايق. خدوا كده تحميصه زي ايه, زي اللب كده ما بيتحمص في الماء. هناخد كده قطعه ونحطها على الرخامه وايه، ونقوم لافينها بايدنا برمينها كده، وهناخدها زي ما انتوا شايفين ننزل على الشمر. شكلها تحفه بجد. هنعمل بقى ايه جزء بالشمر واليانسون، وجزء هنزينه بالسمسم، وجزء هنسيبه ساده خالص علشان نرضي جميع الاذواق. في اللي ما بيحبش السمسم، في اللي ما بيحبش الشمر، في اللي بيحب ساده. فهو نص كيلو معاكي بقى، يعني انتي ظبطي الدنيا زي ما تحبي. وعاوزه البقسماط طويل رفيع قصير اي حاجه اللي انت تحبيه. انا عملته كده الحجم اللي انتوا شايفينه ده. وبنزل كده على البقسماطايه بنزل بالبقسماطايه كده على السمسم او اليانسون. شكله جميل جدا. شايفه سمكه عامل ازاي؟ ما هوش تخين لان هو لسه هيدخل على مرحله تانية من التخمير، فهيزيد الحجم هيتضاعف. تمام كده، تمام جدا. آه، ان شاء الله كده ده اول صاج خلص. شايفه المسافه بين كل واحده والتانية قد ايه؟ علشان هو هيتضاعف ما يلزقش في بعضه وهيبقى شكله مش لطيف. انا مبطئه الفيديو لان الوصفه ديت على قد ما هي سهله وبسيطه، على قد ما هي فيها برضو ايه حاجات كده ايه لازم نمشي خطوه بخطوه. زي ما انتوا شايفين باخد القطعه وافضل ابرمها ما بين ايدي والرخامه. بتطلع معاكي مفرودة، وبتطلع كمان ما فيهاش حتت مطبقة ولا حتة عالية ولا حتة واطية. انت اول ما تبدأي فرد من نص، تيجي من نص العجينة وتبدأي تبرمي ما بين ايدك وما بين الرخام. دي كل الكمية بتاعتي. ده النص كيلو 4 صيجان، بسم الله ما شاء الله. كمان لسه حجمهم هيتضاعف زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هندخله الفرن. الفرن لازم يكون حامي جدا جدا، واول ما ندخل فيه الصاج نهدي النار خالص. ولما يحمر من تحت هنفتح الشعلة من فوق، تاخد كده ايه وش احمر. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. اهم حاجة زي ما قلنا الفرن يكون حامي جدا قبل ما ندخل فيه البقسماط. واول ما ندخل البقسماط بنهدي النار خالص، ومن فوق الشواية بنفتحها لما ياخد لون من تحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.